السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. رسالة من وزارة الزراعة. حصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين في عد ضيق. جهود لضمان سلامة الغذاء في الإقليم الأوسط. بوتين يعلن عن مناورات نووية جديدة لتعزيز قوة الردع الاستراتيجي. شي جي بينغ يشجع على مزيد من التعاون بين الصين وفنلندا. العواصف العاتية والفيضانات تؤدي بحياة العديد من الأشخاص في إسبانيا. إلى التفاصيل. تناشد وزارة الزراعة المزارعين بالإسراع في حصد مزارعهم وتخزين محاصيلهم لتجنب فساد محاصيلهم نتيجة الأمطار المتأخرة التي تهطل في مختلف أنحاء البلاد، مع احتمالات هطول المزيد منها في الفترة الحالية. قام السكان في مديرية عد قيح بحصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين في إدارات ضواحي تخوندع وحينبا وعبي جرات. وجرت عملية الحصاد يوم 25 من أكتوبر في إدارة ضاحية تخوندع في مزارع 43 أسرة شهيد بالنفير الذي شارك فيه 2000 طالب وطالبة من طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية و200 من عمال المؤسسات الحكومية. وقدم مكتب الزراعة في المديرية أدوات العمل التي ساعدت كثيرا في إنجاح نفير الحصاد. كما جرت أعمال حصاد مزارع 12 أسرة الشهيد في حينبا و7 أسر الشهيد في عبي جرات في نفس الفترة. أعلن مسؤول قسم خدمات الرقابة الإقليمية في الإقليم الأوسط السيد يوهانس جبرولد أن الجهود تبذل لضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية. وأوضح الوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أن القسم قام في الأشهر التسعة الماضية بأعمال مراقبة جادة بشأن تطبيق إعلان الحجر الصحي والقوانين الصادرة لتحديد المعايير الواجب توفرها في مؤسسات تصنيع الألبان ومشتقاتها، والإعلان القانوني الصادر لتحديد التعامل والاستخدام والتخزين والتخلص من المبيدات. وذكر القيام بأعمال مراقبة وتفتيش بناء بالتعاون مع قسم القانون والنظام في الربع الثالث من العام الجاري بشأن المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية الغير المعروفة جودتها ومصدرها، والمبيدات الحشرية السائلة والصلبة المعرضة لأشعة الشمس والرياح والتي أدت لانخفاض استخدامها. وأضاف القيام بعمليات مراقبة لأنشطة تنمية بذور القمح والشعير المحسنتين في مديريات بريخ وأسمرة والتخلص من البذور غير المقبولة، كما تستمر العملية في مديريتي سرجقة وقل نفحي. وأشار إلى جمع 265 كنتالا من بذور البطاطس المختارة في المستودعات خلال ال9 أشهر الماضية بعد التأكد من سلامتها. وأوضح تقديم تحذير مكتوب ل6 مؤسسات تصنيع الألبان واللحوم لتحسين عملها بعد أن وجد فيها نقصا في النظافة والجودة أثناء التفتيش التي جرت على 14 مؤسسة خاصة، وتعليمات لمؤسستين للانتقال إلى موقع أفضل. ونصح السيد يوهانس المزارعين بالامتناع عن شراء واستخدام الأدوية الحيوانية والنباتية من دون تحقق من جودتها. نظم مكتب الزراعة بمديرية تسني في 24 من أكتوبر الجاري دورة لتدريب الأمهات اللائي قدمنا من 5 إدارات ضواحي على أساليب طبخ وتحضير البطاطس الحلوة والموز. وفادت مسؤولة المكتب السيدة لملم زراي أن الدورة تهدف إلى تمكين الأمهات في تقديم الأغذية الصحية ورفع دخلهن اقتصاديا، موصية الأمهات الاستفادة من الدورة. وأوضحت مسؤولة رفع المعيشة في المديرية وإحدى المشرفات على الدورة السيدة سالم بنيام إن ما يميز البطاطا الحلوة باحتوائها لمختلف المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى القابلية لتنوع أساليب وطرق استعمالها وتقديمها.
وأوصت خبيرة رفع المعيشة في إقليم القاشبركة المتدربات لتطوير ما تدربن عليه بالعمل وتعليم النساء لا يتواجدن في محيطهن ليستفدن من هذه الأساليب. وقدمت المتدربات التوصيات للجهات المختصة للعمل على توسيع وتكثيف مثل هذه الدورات التدريبية، مؤكدين مدى استفادتهم المعرفية عن طريق التحضير والتقديم لرفع دخلهم المعيشي. نظم فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بالإقليم الجنوبي سيمينارا في مدينة صنعاء لتوعية الشباب في 24 من أكتوبر. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو طلاب مدرسة صيرة الثانوية المسيرة السياسية التي اشتعلت في الأربعينات والخمسينات وفترة النضال التحرري من العام 1961 وحتى العام 1991، ثم مسيرة بناء الوطن والنمو الاقتصادي التي تزامنت مع الضغوطات والتحديات التي واجهت البلاد وصمود شعبنا لضمان والحفاظ على سيادة الوطن. وأكد على ضرورة الاستثمار في توجيه الشباب ليتحلوا بتحمل المسؤولية الشعب والدولة وتلقي أمانة الوطن بكل فخر، كون أن الشاب هو نواة ضمان قدرتنا وتأكيد نجاح مسيرتنا الوطنية السامية. وناشد مسؤول مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد تخلو مبرهة الطلاب والشباب لاستيعاب أن مسيرة التنمية الوطنية التي تقوم بها الحكومة والشعب هي لضمان مستقبل الأجيال، لذا عليهم التقدم أكاديميا ومهنيا والحفاظ على هويتهم الوطنية والقيم الاجتماعية للدفع بالبلاد نحو مستقبل زاهر. وقدم المشاركون آراءهم حول تكثيف سيمينارات مماثلة وبناء نادي الشباب بمدينة صنعاء، بالإضافة إلى تطوير مكتب الاتحاد الواقع بالمدينة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء تمرين جديد في مجال التدريب النووي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين سيقومون بمراجعة السيطرة على إطلاق الصواريخ البلاستية وصواريخ كروز. وأكد بوتين أن روسيا لن تشارك في أي سباق للتسلح، ولكنه أشار إلى أن موسكو بحاجة إلى أن تكون قوتها النووية جاهزة للاستخدام في أي وقت. كما أشار الرئيس الروسي إلى أهمية الحفاظ على جاهزية القوة النووية، حيث تعتبرها روسيا جزءا أساسيا من استراتيجيتها الدفاعية، مؤكدا أن وجود قوات نووية قوية وفاعلة هو عنصر حاسم في ضمان أمن الدولة ودرء أي تهديدات محتملة. ويأتي هذا التمرين في إطار خطة موسكو لتعزيز قدراتها الدفاعية، وهو يعكس استعدادها للتعامل مع التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها في الوقت الراهن. ويعتبر هذا الإجراء جزءا من استراتيجية كبرى تهدف إلى التأكيد على قوة روسيا في الساحة الدولية وتعزيز ردعها ضد أي تهديد محتمل. قال الرئيس الصيني شي جي بينغ أن الصين ترحب بمشاركة فنلندا على نحو النشط في عملية التحديث الصيني النمط وتوسيع التعاون في الصناعات الصاعدة. أدلى شي بهذه التصريحات خلال محادثاته مع الرئيس الفنلندي الزائر ألكسندر ستوب في بكين. ودعا شي الجانبين إلى توسيع التعاون في التحول الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة، وبناء نمط جديد من التعاون متبادل النفع في العصر الجديد. وأشار شي إلى أن فنلندا كانت واحدة من أوائل الدول الغربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وأول دولة غربية توقع اتفاقية تجارية حكومية مع الصين. قالت السلطات المحلية أن العواصف العاتية في إسبانيا خلفت عدة قتلى وأحدثت دمارا في جميع أنحاء البلاد، حيث هطلت أمطار وأحدثت فيضانات واسعة النطاق. وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي انتشال جثث دون الكشف عن العدد الدقيق للضحايا. وذكرت صحيفة البيس أن هنالك 7 أشخاص مفقودين في إحدى مقاطعات بجنوب شرق البلاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الفيضانات المفاجئة تسببت
في تعطيل خدمات السكك الحديدية في مناطق واسعة بشرق وجنوب إسبانيا. وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر العواصف حتى الخميس وفقا لما ذكرته خدمات الإرصاد الجوية الوطنية الإسبانية. حذر تقرير جديد أعده مجموعة من الأطباء وخبراء الصحة من أن تغيير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الإحفوري يرفع درجات الحرارة إلى مستويات جديدة خطيرة، كما يفاقم مشكلة الجفاف والأمن الغذائي. وتشير درجات الحرارة القياسية للعام 2023 وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق إلى أن الشخص العادي سيشهد 50 يوما أكثر من درجات الحرارة الخطيرة مقارنة بما كان سيشهده لولا تغيير المناخ، وفقا لتقرير لانسيت كاونت داون، وهو تقرير سنوي يعتمد على عمل العشرات من الخبراء والمؤسسات الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر إذا وصل عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما في العام الماضي إلى مستوى يزيد بمقدار 167% على عدد مثل هذه الوفيات في تسعينات القرن الماضي. تذكير بالعناوين مرة أخرى. دعوة للإسراع في الحصاد. حصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين في عد ضيق. جهود لضمان سلامة الأغذية في الإقليم الأوسط. بوتين يعلن عن مناورات نووية جديدة لتعزيز قوة الردع الاستراتيجي. شي جي بينغ يشجع على مزيد من التعاون بين الصين وفنلندا. العواصف العاتية والفيضانات تؤدي بحياة العديد من الأشخاص في إسبانيا. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.